على موجات الشباب والرياضة. شير لكلمات جميلة وآراء جريئة وأفكار جديدة. شير مع الأباصير. من وقت للتاني بتظهر دعاوى على السوشيال ميديا لأنظمة غذائية نباتية باعتبارها أنظمة صحية ومثالية. دكتور سعيد متولي خبير واستشاري التغذية العامة والصحة هيشاركنا بمعلومات مهمة عن مساوئ الأنظمة النباتية اللي ممكن تعرضنا خصوصا لمخاطر نقص البروتين الحيواني. البروتين وظيفته لا تعد ولا تحصى داخل جسم الانسان، لكن هنقول بعضها الهام جدا انه بيدخل في تركيب هيموجلوبين الدم. هيموجلوبين الدم اللي بيوصل الغذاء والاكسجين لكل خلايا الجسم، وجسمنا بيدخل في تقريبا اكثر من 10,000 نوع من انواع البروتين بتراكيب تسلسليه من الاحماض الامينيه بطريقات مختلفه وباشكال مختلفه، كلها مهمه في تجديد الخلايا ونموها واصلاح التلف منها، وكمان تكوين الهرمونات والانزيمات، ومهم جدا في النمو العقلي والبشره الجيده وعدم تساقط الشعر والنمو، كم كبير من النوافع. طيب يا دكتور، البروتين النباتي مش ممكن يعوضنا عن البروتين الحيواني؟ يعني هل نكتفي بالبروتين النباتي ده كافي؟ البروتين النباتي اللي الناس بتعتمد عليه او الفئه دي بتعتمد عليه مع الكربوهيدرات اللي هي السكريات اللي موجوده في الخضروات والفاكهه، وكمان الدهون اللي بتبقى موجوده بنسب مش عاليه داخل الاغذيه النباتيه، كلها مهمه ورائعه. لكن من 20 حامض اميني وهي انواع الاحماض الامينيه اللي موجوده في النباتيه والحيوانيه مع بعض، منهم 7 احماض امينيه لا توجد اطلاقا في البروتين النباتي، والجسم لا يمكنه تخليق ال7 احماض دول، ومهمين جدا داخل الجسم البشري. طيب بيجوا عن طريق ايه؟ عن طريق البروتين الحيواني. يبقى البروتين الحيواني مهم جدا، وعدم تواجد البروتين الحيواني هنلاقي فيه عدم تواجد كميه عضلات مناسبه للجسم، الذكاء هيبدأ يتراجع، الصحة هتبدأ تتراجع، ونصاب بالوهن والضعف بصورة عامة والإعياء، ده على المدى الطويل. يعني مش عشان انت عملت سنة او 2 نباتي الموضوع بالنسبة لك تمام، لكن على المدى الطويل هتستهلك مخزونك من البروتين المخصص فيها الأحماض الأمينية الأساسية اللي موجودة في البروتين الحيواني دي، وبعد كده هتبدأ تشعر بتجاعد البشرة وبالوهن بشكل عام. وتأكد ان مستويات انتاج الطاقة من الأغذية هتقل لو انت ما كانش في أكلك بروتين حيواني بشكل معتدل وبالمعدل اللي يؤدي أو يلبي متطلبات جسمك. دكتور سعيد متولي خبير واستشاري التغذية العامة والصحة، بعض المتحمسين للنظام الغذائي النباتي بيقولوا انه نظام مثالي لتوفير الطاقة، هل ده صحيح؟ النظام الغذائي النباتي لا يعطي قدر الطاقة اللي بتناسب جسمك، يعني تقريبا هتبقى وجبتك كلها في الماكسيموم بتاعها 2000 كالوري، وده لا يلبي متطلباتك خاصة لو مجهودك عالي. لكن هقول كمان ان من اعراض انخفاض البروتين بشكل عام والبروتين الحيواني بشكل خاص تعرضك للاكتئاب والقلق، ودي ابحاث علميه اتضح فيها ان الاصابه بالاكتئاب بتزيد 18% في النباتيين، كمان نوبات القلق والاضطرابات بتزيد بنسبه 28%، والمزاج السيء اللي دايما لو انت جلست حد نباتي فترات طويله هتعرف انه تقريبا المود بتاعه مش منضبط نتيجه نقص الاحماض الامينيه الاساسيه اللي احنا اتكلمنا عليها. ولكل معتمدي مصادر البروتين من النباتات فقط، البقوليات غنية بالبروتينات فعلا، لكن تناولها بقدر عالي او يعني لو اعتمدنا عليها بتنتج او بتحتوي على مضادات تغذية زي الفيتات واللاكتين، ودي بتسبب نفاذية في الامعاء وبعض الاضطرابات في القناة الهضمية بشكل عام. وقلنا ان دايما لو احنا اخذنا البروتينات بشكل عام وكان ينقصها البروتين الحيواني، تأكد ان ايوه هتبقى وزنك قليل وهتتجنب امراض القلب والاوعيه الدمويه بشكل جيد، لكن كمان نقص وجود الكالسيوم وفيتامين د في الاغذيه بتاعتك وارد جدا، وهتعاني من خطر على صحه العظام والاسنان وحركه العضلات، نبض العضلات. كمان لو احنا اعتمدنا او النباتيين اعتمدوا على تناول قدر من البروتين الصويا، بروتين الصويا لانه غني جدا بالبروتين، الحقيقه ان البروتين
الصويا بيحتوي على الاستروجين النباتي، وزياده معدل الاستروجين النباتي بيؤثر سلبا على المستويات الهرمونيه في الجسم، وعدم التوازن الهرموني ده بيؤدي لظهور البثور وفي الجلد وتساقط الشعر وعدم انتظام الدوره الشهريه لدى النساء، وكمان تصبغ الجلد ومشاكل كتير تانية. البروتين النباتي البقوليات بصفه عامه غازات البطن والام القولون دايما مصاحبه ليها. بالتالي افضل النظم الغذائيه اللي بتعتمد على مصادر نباتيه وحيوانيه في البروتين. تقريبا البروتين الحيواني المفترض يبقى تلت كميه البروتين اللي بيتطلبها الجسم في الوجبه، والتلتين نباتي. دكتور سعيد متولي خبير واستشاري التغذية العامة والصحة، في النهاية بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وبتمنى كل الصحة والسعادة للمستمعين مع نظام غذائي متوازن ومتنوع وصحي. شير مع الأباصيل. على موجات الشباب والرياضة. شير لكلمات جميلة وآراء جريئة وأفكار جديدة. شير شير مع الأباصيل.